بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج تخصصات دقيقة. في جائحة كورونا ظهرت وسلطت الأضواء على العديد من التخصصات البيولوجية والتخصصات الطبية خاصة، وفي هذا الإطار نتحدث اليوم في تخصص مهم وتخصص جديد، وهو طب الأمراض الناشئة. في هذا الإطار نسعد باستضافة البروفيسور بيطام إيدير، وهو مختص في الأمراض المتنقلة والأمراض الاستوائية، كذلك مدير لمخبر مزدوج الانتماء في الأمراض الناشئة، ومتحصل على الدكتوراه والبروفيسوراه من معهد الطب بمارسيليا، وهو كذلك رئيس المجلس العلمي للهيئة الوطنية للبحث في الطب. نسعد بقبولك لدعوة برنامج تخصصات دقيقة أستاذ. السلام عليكم، شكرا للاستضافة، مرحبا بكم. شكرا جزيلا. إذن أستاذ، ونحن نتحدث خاصة في هذه الفترة الأخيرة التي عرفت العديد من الأمراض مع جائحة كورونا، واليوم نسمع بأمراض جديدة كل يوم تظهر في العالم. لو تعطينا في البداية تعريف عام عن هذا التخصص أو عن هذا الميدان، ميدان الأمراض الناشئة. شكرا. لازم تعرفوا الأمراض الناشئة هي الأمراض جديدة، هي في الحقيقة ماهيش جديدة، هي أمراض موجودة في الطبيعة، ولكن اكتشفت هذا الأخير في الوقت الأخير. نعم، الأخير سادير لي دانيير زاني هذوما فقط. بيان نقولوا الناشئة. نعطيك مثال، باغ اكزومبل هذا الكوفيد 19، هذا مثلا الكوفيد هذا كان انتشر بين الحيوانات، زانيمو سوفاج، كما نقولوا الخفاش، عندنا لي بونغولان، هذوك الحيوانات ما عندهم حتى علاقه مع الانسان، ولكن عندك المناطق والانسان يتغذى بهذا النوع الحيوانات، ودونك عندنا علاقه تاع كما نقولوا حميمه بيناتهم. دونك هذا واش يكون على كما نقولوا انتقال الامراض من الحيوانات للانسان، سكون با دي زونوز. دونك لازم تعرفوا بلي هي كل هذه الامراض موجودين في الطبيعه، ولكن مازال ما اكتشفناهمش. وكل هذول الامراض مقارنه الانسان فقط. دونك كي نشوفوا الانسان، خاطر حنا نشوفوا الانسان ورانا كما نقولوا نراقبوا الانسان، دونك كي نشوفوا مرض جديد ينتشر الانسان، تماك نديروا العلاقه مع الحيوان باش نشوفوا حقيقه هو حنا نسموه مرض انسان ناشئ، ولكن في الحقيقه هو مرض غير ناشئ موجود في الطبيعه منذ سنوات ولا منذ قرون، ولكن مازال ما دخلش في صف الانسان. دونك هذا كما نقولوا تعريف عام الامراض الناشئه. دونك واش عندنا حنا خصائص حاليا، واش عندنا دوكا كما نقولوا لي زافونتاج اللي عندنا حنايا، سي كو عندنا دوكا لي زاباغي، دونك عندنا تقنيات الكواشف جد دقيقه، هادو يسمح لنا ب كما نقولوا ظرف وقت قصير جدا باش نقدروا نعطيو الجواب لمشكل ما عند الانسان ولا عند الحيوان. هذا واش يسمح لنا نقدروا نقولوا بلي او خرج مرض جديد ولا خرج مرض قديم، كون لابالي مالادي غير ايميرجونت، كما مثلا عندنا الطاعون، عندنا هنا يعني لو تعطيني الفرق بين يعني هذه الامراض الناشئه والامراض التي اعادت او عاودت الظهور. نعم. الامراض الناشئه كما ذكرت، دونك هما امراض ما كانوش موجودين في القبل، دونك هادو الجدد، وهادو كما نقولوا عند افيك ليكزيستونس دي زاباري جدد، دونك الوسائل تاع الكواشف الجديده مثل ار تي بي سي ار مع السيكونساج، مع لا سبكترومتري دو ماس، مع دوكا لي كولتور سيلولار، دوكا رانا نديروهم مع كما قلنا افيك دي ميليو بلوز ابروبريي. دونك هادو ما كاع يسمح لنا باش نقصوا الوقت باش نقدر نكشفوا بكل سهوله بوقت قصير جدا. هذه الامراض الناشئه. والامراض الموجوده من قبل كواشف موجودين، كما الطاعون، كما نقولوا لي تيفوس، كما كان بزاف الامراض قديمه هكذاك، دوك يقدروا يعاودوا كما كنتم تشوفوا في 2003 كما الطاعون عاود خلق ثاني في الغرب الجزائر، وكاين اون بيريود دو سيلونس اكثر من 50 سنه.
دونك لا دانيير كما نقولوا الابيديمي تاع لا بيست تاع الطاعون كان 1974 وما هي الاسباب التي 47 ادت الى اعاده ظهورها ربما؟ يعني لو كان نرجع لك للامراض الناشئه، ما هو السبب النشأة قبل ما نتحدثوا يعني على الكشف عن المرض في حد ذاته؟ ما هو سبب نشأته اولا؟ يعني دوكا لازم تعرفوا دوكا واش نلاحظوا حسب واش نشوفوا الاحصائيات الموجوده في العالم كاع الامراض الناشئه، نقول كل 100% الامراض الناشئه هم امراض اللي عندهم علاقه مع الحيوان، سي دي زونوس. دونك كما ذكرت اللي هادو الامراض هي في الحقيقه ما راهمش ناشئه، موجودين في القبل. ولكن الانسان اللي دخل في السيكل تاعو، دونك في السلسله تاع التنقل بين الحيوانات البريه، والانسان دخل في هذا المجال وجاب هذاك الفيروس ولا البكتيريا ولا الطفيلي، ويدير هذاك ويزيد ينقل بين الانسان للانسان، سكون ابل لا ترانسميسيون انتر هيومان. والامراض القديمه دونك سكون ابل لي غير ايمرجونت، هذيك معروفين كما نقولوا التشخيص تاعها سهل خاطر ما عندنا كل الوسائل اللازمه. وكما ذكرت ثاني تمام هذه الامراض اللي غير ايمرجونت يقدروا يكونوا ثاني الخزان تاعو هو حيواني، وهذا في الغالب حيواني الأصل. يعطيك الصحة. وهذا باش نرجع لك السؤال الأول تاعك، التخصص هذا هو تخصص اللي لازم يجي فيها عدة تخصصات. هذا المجال هذا سكون ابل الأمراض المتنقلة والاستوائية، هذه لازم تكون فيها عدة تخصصات. انا كي رحت درت الدراسات تاعي في سكون ابل ياشو ميديتيراني انفيكسيون في معهد الطب في مارسيليا. انا كي درت هذا التخصص هذا درته مع بيطره، مع الاطباء، مع الصيدله، مع الناس اللي راهم يديروا تخصص في الاسنان، ومع البيولوجيين. دونك كاع راهم في نفس كما نقولوا ميم نيفو، نفس المستوى، وعطاونا المعلومات اللازمه 3 سنوات وحنا رانا نتعاملوا ونخدموا حتى كي يعطونا هذا التخصص. يعني وهذا واش يخصنا حنا في الجزائر. ودوكا التخصص تاعنا هذاك لازم يجي في الجزائر، لازم يدخل، خاطر دوكا لازم هو غير متواجد في الجزائر الان. نعم غير متواجد، لا يدرس غير متواجد في الجزائر، غير متواجد في ساحه افريقيا، هو متواجد في اكبر مخابر في العالم. كان تعطينا مثلا سي دي سي اتلانتا موجود في معهد باستور في باريس، موجود في اي اتش ميديتيراني انفيكسيون. ولكن حنا دوكا لازم نديروه في الجزائر، لازم يكون حنا ان شاء الله اول بلد وهذا التخصص يكون موجود في الجزائر متعدد التخصصات. هذا هو الموكلي، هذا هو كما نقولوا الكلمه السريه. نعم، ميديسان اوتونوم ممكن ولا بوليفالون. بوليفالون فولا بوليفالون. دوكا المنظمه الصحه العالميه لونو تانيت عطات دوكا نوفو كونسيبت اسمه الكونسيبت وان هيلث. وان هيلث تعني الصحه للجميع. كي يقولوا الصحه للجميع، كل تخصص في المجال، هذا المجال الطب عنده فعاليه تاعو. دونك إلا سون انتيري، عنده لوبجيكتيف تاعو. دونك لانتيري ولوبجيكتيف تاعو كيما نعطيك مثلا تخصصات كان بزاف راهم يرهبوا، راهم يخافوا يروحوا في المجال الزراعه. يقول لك كيفاش انا عندي معدل كبير وعلاش نروح ندير زراعه حبيت ندير الطب. هذا ثاني تاو بدا، هذا خطا المجتمع تاعنا راهو كما نقولوا الى سو كونسيبت هذا مخدوم هذا. حنا لازم نبدلوا هذا كما نقولوا هذه العقليه هذه لازم تتبدل، خاطر كل تخصص عنده فائده كبيره جدا في المجال الطب. مثلا هضرت على الزراعه، الناس راهي دير زراعه، الادويه مخدومه من النباتات ولا من الزرع تاع النباتات، سوا سي لا بلونت soit c'est la racine de la plante. Comme on dit, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, le zinc, vitamine C, le magnésium, etc. كاع مخدومين من النباتات ولا من الزرع تاع النباتات. ولا ما عندناش هذه التخصصات في الجزائر في المجال كما نقولوا الزراعه باش يعطينا الصحه الجيده لهذه النبته، باش تعطينا كل المكونات اللازمه باش نقدروا نداويو ولا نديروا نصنعوا الادويه اللازمه للانسان، ما نجحوش. دونك عندهم اهميه كبيره جدا. هذا واش نقصنا في الجزائر. انا تاثرت، انا جي اونكادري وجي الحمد لله اكثر من 22 دكتور، 22 دكتور اللي جازهم عندي en médecine dans le domaine médical, vétérinaire, biologie, agronomie. في ميدان دائما الامراض هذا واش قلت لك واش نقسمت في الجزائر، ما عندناش اختصاصات في هذا الميدان. هذا التخصص يقدر يدي كاع المجالات،
ولكن باش حقيقة استاذ ماشي انسان راح يدير كاع المجالات مستحيل، ولكن نقدروا كل بستان زهر. نديروا شغل معهد صغير. نعم. ولا معهد ولا كاريمون نديروا اون سبيسياليتي في الدومين هذا. نعم. وين يكون كل التخصصات يدخلوا، كل كما نقولوا كاع لا باز تاعنا كاع يدخلوا. شنو هي لا باز؟ لا باز يدير كوتي ميديكال، ستادير بيولوجي عنده لا باز تاعو، فيترينير عنده لا باز تاعو، ميدسان عنده لا باز تاعو، الاخر فارماسي عنده لا باز تاعو، ميم لاغرونومي عنده لا باز تاعو. نقدروا ندخلوهم خاطر داروا لو ميم ترون كومان. لي دو بروميير زاني كاع قرنا كيف on a fait les mêmes modules cytologie, embryologie, biologie, génétique, etc. كاع قريناها. دونك هذه هي لا باز. حتى المتخصص في الاعلام الالي يمكن انه يدخل لانه الان مع الادوات الجديده. الان يعطيك الصحه، هذه التخصص نخرجوها شويه فيها، ولكن هذا عنده اهميه كبيره جدا في الاحصائيات. يعطيك الصحه. سكون ابل لا بيو انفورماتيك. لا بيو انفورماتيك نسحقوها في مجال بعد التشخيص. كي نشخصوا باغ اكزومبل درنا سيكونساج، السيكونساج هذاك يخرج لنا باسكو هما سي دي لوجيسيال سي الانفورماتيسيان الان ربما. هما دوكا الانفورماتيسيان يقدر يخترع لنا لي لوجيسيال جدد يقدر يسهل لنا كما نقولوا التشخيص اكثر معمق. مثلا هضرنا على لي فاريون تاع الكوفيد 19. نعم. لو كان ما عندناش لي بونز انفورماتيسيون ما نلحقوش لهذه النتيجه، نقولوا خرج طفره جديده وهذه الطفره هذه راهي موجوده في بلد ما اكسيتيرا، ولا ما عندناش لي بونز انفورماتيسيون ما نلحقوش لهذا الشيء. دونك ربما لا بوليفالونس تزيد لما الطب والطبيب المختص في الامراض الناشئه يكون عنده دي كونيسونس ومكتسبات قبليه ايضا في هذه موجوده في العالم، في امريكا، في فرنسا اكسيتيرا. كاين دي بيولوجيست ولا دي ميدسان داروا الانفورماتيك، لا بيو انفورماتيك، وعكس كاين دي زانفورماتيسيان راحوا داروا لا بيو انفورماتيك. تسمى دخلوا في المجال الطب. بيان سور ما يقدرش يمس المريض، ماهوش يمس المريض ولا ما يمسش الدم، هو يقعد غير مع لي لوجيسيال مع الاخرى تسمى باش يسهل الامور. دونك هذا التخصص. عندنا تخصص اخر لا بيو ماتيماتيك، الرياضيات هذوك نسحقوهم. وعلاش؟ خاطر يقدروا يعطونا منا 5 سنين 10 سنين واش راح يصرى لنا حسب التغيرات الجو، حسب التغيرات المناخيه، واش راح يصرى في مرض ما اللي موجود حاليا. مثلا نهضروا على الكوفيد، نهضروا على حبينا نهضروا من بعد على الجذري القردي، نقدروا نهضروا عليها هذيك من بعد. هذيك يسحقوهم، هذوك يقدروا يورونا باش نشوفوا حسب المناخ، حسب العوامل اللي تسمح بشي هذا النقل، هذا المرض هذا يقدر ينتقل الانسان الانسان الحيوان اكسيتيرا. نقدروا نعرفوا شحال اللي لازم يقعد. دونك راكم تشوفوا كاين بزاف تخصصات اللي لازم تدخل في المجال هذا تاع. ويبقى دائما استاذ خاصه التخصصات الدقيقه الطبيه فيه تشابه وتقارب كبير. ربما لو كان مثلا انا نشوف جائحه كورونا ممكن البيولوجيست عنده اثر كبير يعني في ايجاد الحلول مثلا، ولا المتخصص في علم المناعه. لو تعطينا بعض الفروقات ما بين هذه التخصصات حتى تبان للمشاهد يعني أهمية المختص في الأمراض الناشئة بالمقارنة مع التخصصات المتقاربة يعني الأخرى في الطب خاصة. هي صح ماهوش متقاربين، كل واحد مستوى تاعو، كل واحد التخصص تاعو. ولكن الإنسان اللي كاين عنده في بازون طبيب ولا بيولوجي ولا بيولوجي، كان هذاك بيولوجي ستادير راهو يخدم التحاليل وراهو كما قلنا انتربريت لي ريزولتا. دونك سي ان ميدسان سبيسياليست، فارماسيان سبيسياليست ولا بيولوجيست سبيسياليست dans le domaine médical. حنا ما عندناش هذا الكوتي بصح موجود في الخارج، حنا لازم ندخلوه ثاني في الجزائر. تخصص اخر. نعم. تخصص اخر، ولكن هذه التخصصات كما نقولوا الطبيب عنده علاقه مع المريض. البيولوجي عنده علاقه مع الدم ولا كما نقولوا لا ماتيير، سادير سوا كما نقولوا الكراتاج، لي ليزيون دو كراتاج، سوا كما نقولوا لي بريليفمون نازوفارنجيان ولا الدم. هذا واش عنده با بلوس كو سا، ما عندوش الحق يمس الطبيب، يمس المريض. نعم. دونك هذا هو التخصص. دونك لا ماتيير بروميير سي ليشونتيون تاعو. وطبيب عنده علاقه مع طبيب مع المريض مباشره. دونك كل واحد لازم يدي الجهه تاعو. حنا لاحظنا مثلا في الكوفيد طبيب كلينيسيان راح يهضر لي على تحاليل، ها هو راه خطا، ولا اللي راهو يدير تحاليل راح يهضر لي على المريض لكل دور كلينيك. عندك سكون التخصص السيري، الطب السيريه،
الطب السريريه هذه تخصص عندها علاقه مع طبيب مختص في باغ اكزومبل الانفكسيولوجي ميديسين انترن اكسيتيرا. هادو يشوفوا المريض، هادوك ما يقدروش يدخلوا في المجال البيولوجي المخبري. المخبري عنده وفي المجال المخبري عندنا ثاني تخصصات، والانسان اللي راهو يدير في المخبر التحاليل وينتبريتي لي ريزولتا وما يقدرش يمد لي ريزولتا، لازم يقرا ثاني الطب ولازم يقرا ثاني المرض، سكون ابل ليستوار ناتوريل تاع لا مالادي لاجون باثوجين بارتيكولي كما نقولوا الكوفيد 19. لازم ماشي غير يقرا، لازم يكون خلاص يحفظوا. دخل يعرف تري بيان واش معناتها كوفيد، يعرف تري بيان واش معناتها الفيروس، يعرف واش معناتها بكتيريا طفيلي اكسيتيرا. هذا هو التخصص تاع الاخر. عندنا ثاني مشكل واحد اخر ولازم نصلحوه، هو في التيران. دونك كي نقول دخلوا في الميدان، باغ اكزومبل كاين هذا هو هذه حاجه كما نقولوا سكون ابل لا سبيسيفيسيتي تاعنا، سي كو كي نديروا الشيء المميز يعني مميز التمييز تاعنا، سي كو كي نديروا الميدان، كي نروحوا الميدان في التيران، الميدان ما نروحوش للمريض، نروحوا للمحيط وين يعيش المريض. وكي نروحوا للمحيط وين يعيش المريض عندنا اطباء، خاصك نروحوا في لو تيران دونك وين يسكن هو. عندنا لي فيتيرينير نقولوا اللي يديروا الحيوانات. نعم. لي فيتيرينير هذوك راح يحوصوا لنا كاع الحيوانات اللي راهي تدور في المحيط تاع المريض. نعم. وعندنا العلم الزراعه تاع التخصصات تاع لي بلونت باش يشوفوا انواع تاع الاخر لي بلونت كي اكزيست تاع الانفيرونمون. وعلاش؟ خاطر كل نوع من النبات يعطينا المحيط اللي يسمح لنا باش يكون متواجد هذا الحيوان، وخاصه دوكا الامراض اللي راح نجيو دوكا في الصيف هنا. نعم. الامراض متنقله عبر الحشرات، لي زانسكت. عندنا لي موستيك، عندنا الباعوض، عندنا الاخر الفليبوتوم. هذاك في افريقيا يعني في امراض كثيره يعني ظهرت. واش لاحظنا دوكا بالتغيرات المناخيه وتغيرات احنا في الميدان البناء اكسيتيرا. دوكا نشوفوا دوكا الناس راهي تبني في الاماكن اللي كانت معزوله، الاماكن وين كانت الحيوانات البريه. دونك حنا كاين سكون ابل بروميسكويتي بين الحيوانات البريه والانسان. حنا دخلنا في المجال البري. وثاني التغيرات المناخيه واش ادى الى انتقال امراض من كما نقولوا الاستوائي، من الميدان الاستوائي للميدان تاعنا في الجزائر. دونك كاين بزاف الامراض اللي طلعوا. نعطيك مثال باغ اكزومبل ريكيتسيوز، هي البكتيريا اللي موجوده داخل الخليه، سكون ابل لي بكتيريا انتراسيلولير. انا راني مختص في هذا الميدان هذا عالميا. دونك راني سوي سكرتير جينيرال تاع سوسيتي اوروبيان دو ميكروبيولوجي كلينيك مالادي انفكسيوز، وراني حاكم هذا الميدان الانتراسيلولير، بكتيريا انتراسيلولير. وهذه البكتيريا انتراسيلولير ستادير البكتيريا اللي تعيش داخل الخليه كما الفيروسات. هذو البكتيريات هذوما عندهم خزان حيواني، وكي نديرنا في الميدان حوسنا عليهم، صبنا بلي عدد كبير من الحيوانات واللي تقدر تخزن هذا النوع من البكتيريا. هذا واش يخوفونا. دونك هذا واش نقدروا نقولوا بلي قد ما تكون خزان كبير من نوع الحيوانات، قد ما تكون كما نقولوا لا بريزون شارج دونك تاع هذه الامراض تستغرق الوقت كبير باش نقدروا نحوا على بها. مازال نهضروا على الطاعون، مازال نهضروا على لي ريكيتسوز، مازال نهضروا على التيفوس. دونك هادو الامراض هادو مازلش نقولوا بلي راحوا، سي فري ان شاء الله ما يولوش، ولكن حنا ضامرين فقط. يعني لازم الوقايه لازم تكون توجو متواجده، لازم توجو نديروا الاعمال في المجال كما نقول في الميدان على الحيوانات. نعيروا الحيوانات البريه، نعيروا الحيوانات اللي موجوده قريب للناس. نعم. باش نقدروا نشوفوا شنو هما الامراض المتواجدين، وباش نقدروا نديروا شكون ابل كارتوغرافي، نديروا خريطه الجزائر ونديروا كل نقط حمراء اللي نقولوا بلي هذه راهي موجوده في الحيوان، موجوده في المحيط. دونك كما نقولوا الاخصائيين في الاسره يروحوا كما نقولوا يشوفوا الامراض هذوما عند الانسان، اون فا فاسيليتي لو دياغنوستيك كلينيك. يعني يظهر يعني انه التخصص مهم جدا، وخاصه انه يمس العديد من التخصصات. ربما السؤال اللي يجيني الان، هل هناك يعني مكتسبات قبليه لدى الطبيب، مثلا الطبيب العام ربما
حتى يتمكن من الدخول لهذا التخصص؟ هل هناك مكتسبات لي بري ريكو اللي لازم يكونوا للطالب نعم. أو المتخرج من الطب العام حتى يمكنه أنه يتمكن خاصة من هذا نعم، هو المجال؟ التخصص على كل حال هي مفتوحة في كل التخصصات، ماشي غير الطب. في الطب الانسان، في الطب الحيوان، كما نقولوا السبيسياليتي زولوجي في الاغريكولتور، في الزراعه، وبيولوجيين، دونك بيولوجيين مختصين في الميكروبيولوجيا، في الجينيتيك، علم الوراثيه، في بيوتكنولوجي، كاين ثاني مختص في البيوتكنولوجي، وبيان سور لا بيوشيمي. هذوما يقدروا يدخلوا باش يديروا هذا التخصص هذا ان شاء الله. دوكا الباب مفتوحه في اوروب، هاي باب مفتوحه في امريكا، باب مفتوحه في معهد باستور في فرنسا. ولكن دوكا احنا باش نبعثوا الناس حتى اللي يروحوا يديروا تخصصات 3 سنوات ولا سنه عامين في بلد ما واستغرق اموال كبيره، احنا علاش ما نديروهاش في الجزائر؟ عندنا تخصصات موجوده. نعم. وعندنا زملائنا اللي راهم موجودين في سيدي ساتلون، ونقدروا نعرضوهم يجوا هنا باش يكونون هذا الجيل ان شاء الله. وهذا الجيل هذاك هما راح يولوا هما مكونين للاجيال الاخرى في الجزائر. جميل. وربما الطلبه الذين يريدون الان التخصص في الامراض الناشئه لو تعطيهم ربما الطريق الذي سلكته مسيرتك يعني في عجاله. نعم. حتى صرت متخصص، ربما حتى تكون يعني مرجع لهم في حتى نصبح متخصصين في هذا على كل حال كما نقولوا السيركوي تاعي، دونك الطريق اللي مشيت انا راه مختلف على الطرق اللي مشاو تاع الناس اللي سورتو تخصصات في الجزائر. خاطر انا كما نقولوا مع الاول درت طب في الجيش، وبعد هنا في الجزائر. في الجزائر، ومن بعد رحت بدلت، ما قدرتش نكمل، دونك رحت بدلت درت بيولوجيا في جامعه هواري بومدين، دونك وين تخرجت بدي او اس بيوشيمي. ومن بعد من الطب نحو البيوشيمي. نعم. بيوشيمي، وفي بيوشيمي درت اطروحه تاعي متخصصه في الكيس المائي، الكيسيداتيك. الكيسيداتيك دونك تعاملت مع الاطباء، مع الجراحين، خاطر كما نقولوا التريتمون تاعو سيرجيكال هي الجراحه، دونك تعاملت بزاف مع الجراحين. وهذه ايضا تكون لك البوليفالونس اللي تحتاجها. بارك الله فيك. جوستومون هذه لا باز تاعي. لا باز تاعي دخلت مع الجمعيه الجزائريه تاع الطب الجراحه، دوك وليت نتعامل معاهم باش نقدر يعطونا كاع هادو سكون ابل لا ماتيير تاعنا تاع ليشونتيوناج اللي هما الاكياس المائيه. وخدمت اون باراليل مع البيطره في او نيفو دي زاباتوار. يعطوا لي الاكياس المائيه تاع الاخر تاع لي بوفان، لي زوفان، لي كابرين اكسيتيرا. وفي المخبر في معهد باستور وين خدمت تماك في 1997، تماك اللي خدمت في معهد باستور. كاين بروفيسور بالقايد، كاين بروفيسور جلالي ربي يرحمه ويسع عليه، كاين بروفيسور حمريوي اللي راه موجود دوكا. دونك هادو ما رانا نخدموا معاهم، خدمت معاهم، هما اللي عطاو لي كل المعلومات اللازمه باش نقدر ندخل روحي في الميدان هذا. وقدمت بزاف لي كومونيكاسيون، درت بوبليكاسيون في الميدان هذا. وبعد يعني انت كنت من الاول يعني مسيب مباشره هذا التخصص، ولا كنت في الاول؟ لا مع الاول هذا هو التخصص تاعي، لا بيوشيمي. نعم. البيوكيمياء. في البيوكيمياء هذا، وبعد دخلت في معهد باستور، خدمت في معهد باستور، طلعت حتى رئيس المصلحه في معهد باستور الجزائر. ومن بعد هذا في الفرق هذا عطاني الفرصه باش نروح ندير لو كور باستور باري. درت كما نقولوا دبلوم في معهد باستور في باريس. نعم. هذا ما عندنا الصوره لمعهد نعم باستور الجزائر. هذا وين درت التخصص تاعي الاول اللي هو تخصص الامراض الحشرات. الامراض الحشرات، دونك لونتومولوجي ميديكال اي فيترينير. دونك الترتيب تاعي كان مع الاولين، دونك براتيكمون ماجور دو برومو. هذا واش سمح لي درت دكتوراه في معهد مارسيليا. دونك كانت كولابوراسيون مع باري، ودرت تماك الدكتوراه تاعي. الحمد لله هذاك الدكتوراه عطى لي في المعهد الطب في مارسيليا، عطاو لي هذا الشرف باش نكون دكتور في امراض متنقله واستوائيه. هناك الصوره وانت ربما نعم. في المعهد. جوستومون هذا بروفيسور راوت هو كان مؤطر تاعي، دونك اللي تي مون ديريكتور دو تيز. الحمد لله على كل حال كلش راهو موجود في جوجل. ديروا بروفيسور إيدير بيتا في جوجل، كل المعلومات راني نهضرهم هاي موجودين في جوجل ستادي. ما عندي حتى نخبيها كما كلش موجود. والحمد لله دونك بفضل هذا البروفيسور ديغوت هو يعطي كل المعلومات اللازمه. على كل حال ما تلقاش انسان كما صعيب اكثر منه.
عنده كما نقولوا strict. الشخصيه تاعو واعره والرهبه يرهب، ولكن مع الوقت نفيقوا بلي هذا هو هذه كما نقولوا المعلم اللي يكون مليح لازم يكون يرهب الانسان. نعم. كي المعلم كي يكون خفيف ظريف بزاف اكسترا هذاك ما يعطي النتيجه مليحه. والحمد لله راك تشوفوا هو كون اكثر من 200 ولا 300 دكتور في كل المجالات، في مجال الطب، في مجال البيطري، في مجال الصيدله، في مجال كل المجالات. هذا واش حبينا نديروه ان شاء الله في الجزائر. هذا عطاني على كل حال عطاني درس، وهذا هو المثال تاعي ان شاء الله باش نقدر نولوا نديروا كيما دار هو ان شاء الله نديروه هنايا. أستاذ الآن لو تعطينا ربما في كلمة نصيحة لطلبة الطب المقبلين على التخرج خاصة، لأنه نحن نتحدث على طب أمراض ناشئة، ربما طلبة البكالوريا مازال الحال بعض الشيء بعيد عليهم حتى يكونوا متخصصين في هذا المجال، لكن في طلبة الطب المتخرجين ماذا تقول لهم ونحن نتحدث على هذا التخصص الدقيق؟ على كل حال دوكا قبل ما نهضروا على طلبه الطب لازم نهضروا على الطلبه اللي راح يجوزوا بكالوريا، راح يجيبوا البكالوريا. الانسان ما لازمش يروح يقول لك باللي الطبيب هو النيميرو 1 هو الاول، هذا خطا. النيميرو 1 هو لازم نشوفوا الانسان اللي طلب لازم يكون عنده شخصيه، الشخصيه هذيك تاعو لازم ديجا تكون موجوده. واحد ما عندوش شخصيه يحب غير كما نقولوا يعاند، هذه المشكل تاعنا المعانده. يقول لك هذا راح ندير الطب راح ندير الطب كما هو، هذا خطا. حبي دير الطب لازم تكون عندك شخصيه، لازم تكون عندك المعلومات اللازمه باش والرغبه هذيك باش ديرها، هذيك ماشي مشكل. ولكن دوكا انا واش راني نقول لكم مع هذا التخصص هذا التخصص راه مفتوح بكل التخصصات. هذا الميدان هذا الامراض الناشئه راهي موجوده. احنا نقولوا الامراض ما عندهاش علاقه 100% في الطبيب، هي راهي 100% في مجال الطب، ولكن تخصص لازم يقدر يكون بيطري. نعم. يقدر يكون صيدلاني، يقدر يكون طبيب، يقدر يكون بيولوجي. كما ذكرت انا راني درت بيوشيمي، ندير بس بيوشيمي تاع باب الزوار. وراني دوكا وراني درت الاخر، راني قريت في الريزيدانا تاع ميكروبيو ناربو فيروس. راني درت ثاني تاع اونتومولوجي في سبيسياليتي تاع بارازيتو، تسمى طبيب اللي يدير مختص في الطفيليات قريتهم. راكم تشوفوا نقدروا نديروا ليفوليسيون راهي مفتوحه، ولكن كما قلت لازم تكون بيرسوناليتي، لازم تكون شخصيه تاع الانسان. بالشخصيه تاعو يقدر يدير مهما تكون كما نقولوا سبيسياليتي تاعو اللي دارها طبيب فارماسيان بيولوجيست اكسيتيرا، بالشخصيه تاعو راح يوري واش يقدر يدير في المجتمع. وهذا التخصص هذا كما نقولوا راه مفتوح في كل هذا الميدان. هذا الميدان مفتوح في تخصص الطب، الصيدله، بيولوجيا، البيطره، ولي زونوس يديروا زونوس لا زولوجي في الزراعه، في علم الزراعه. إذن يعني جميل جدا، يعني أظن أنه عملنا تعريف عام عن هذا التخصص المهم جدا. إن شاء الله نتمنى أنه نشوفوه كتخصص قائم بذاته هنا في الجزائر كتخصص دقيق إن شاء الله. ونشكرك جزيل الشكر أستاذ، يعني الحديث معك كان شيق وأعطيتنا العديد من المعلومات المهمة، وإن شاء الله يكون لنا معك لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا سيدي. أوكي. إذن مشاهدينا الكرام، إلى عدد آخر من برنامج تخصص الدقيقة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتنا وتحيات الفريق العامل معنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.